مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش نجيب لكم أكثر المعلومات الحصرية والخاصة. شهد محيط المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة احتجاجات لافتة أثارت موجة من التساؤلات حول تداعياتها، وسط مطالب واضحة من المحتجين بإما حل الاتحاد أو تجميده، وهو المطلب الأساسي الذي رفعوه خلال تحركاتهم. وفي رد فعل رسمي، أصدرت قيادة اتحاد الشغل بيانا دانت فيه ما وصفته بالاعتداء من قبل مجموعة إجرامية استهدفت مقر الاتحاد، ووضعت المسؤولية على عاتق السلطات الأمنية. من جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن هذه الاحتجاجات لم تكن وليدة صدفة، بل جاءت ضمن تحركات سياسية ممنهجة شهدت تحضيرا مسبقا على مدى أيام، مشيرا إلى أن هناك من ينسب هذه الخطوة إلى جهات مقربة من السلطة الحالية. أما المسؤول النقابي سامي الطاهري، فقد وصف ما حدث باعتداء همجي منظم وممول، يأتي في إطار حملة تحريض وتجييش سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، تنطلق من خطاب رسمي يجرم الإضراب ويصف المشاركين فيه بالخونة. وأشار إلى أن المنفذين من المحتمل أن يكونوا أنصار رئيس قيس سعيد. وفي أول تعليق رسمي من رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد على ضرورة فتح ملفات المحاسبة التي يطالب بها الشعب التونسي، معتبرا أن الحق في المطالبة بالمحاسبة العادلة حق مشروع يجب تحقيقه. وشدد على أن هناك جهودا جارية من أجل تحقيق حل وطني شامل لكل القطاعات، وبناء مستقبل مستقر لا تهزه مؤامرات الفاسدين والمفسدين. وفيما يتعلق بالاحتجاجات، أوضح الرئيس أن قوات الأمن تصرفت بحكمة لحماية مقر الاتحاد ومنعت حدوث أي تصادم، نافيا وجود نية لدى المحتجين لاقتحام المقر أو الاعتداء عليه، وهي الرواية التي وصفها بأنها مجرد ألسنة سوء. وأكد أن الشعب التونسي واع ومدرك للأحداث، ومصر على المضي قدما رغم محاولات التشكيك والتشويه، مشيرا إلى وجود جهات داخلية وخارجية تسعى لإضعاف الوطن. وأعاد الرئيس التأكيد على أن تطبيق القانون سيكون على الجميع بلا استثناء، ولن تكون هناك حصانة لأي شخص يتجاوز القانون، مشددا على أن الدولة ماضية في حماية حقوق العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة. كما لفت إلى أن بعض الجهات تتجاهل الحديث عن فئات من الشعب طالما عانوا من البطلة والتهميش، في حين تعقد اجتماعات فخمة في نزل ومطاعم راقية. واختتم سعيد حديثه بالقول إن إرادة الشعب التونسي وعزيمته الراسخة ستهزم كل المؤامرات، وستظل الدولة صامدة.